مرحبا واهلا وسهلا بكم بفيديو جديد على قناتي مها تي في. بفيديو اليوم رح اتشارك معكم طريقتي بكيف انه انا بلف شعري كيرلي بواسطة الليس. اذا كنتم من اصحاب الشعر الطويل فانا نزلت نفس هذا الفيديو تماما على قناتي، رح اترك لكم اياه تحت في صندوق الوصف لما كان شعري طويل، فروحوا شوفوا. اما اذا كنتم من اصحاب الشعر القصير مثلي فهذا الفيديو اكيد بهمكم، فاحضروا للاخير. اذا حبيتوا الفيديو فاكيد لا تنسوا انكم تضغطوا على زر اللايك لما بتخلصوا، وكمان اذا كنتم مو مشتركين بالقناه فبتمنى انكم تضغطوا على الزر الاحمر الموجود تحت وتشتركوا بالقناه. هلا صار فيني اقول يلا خلونا نروح ونبلش الفيديو مع بعض. اذا هذا هو شعري بس طلعت من الحمام، ما تمشطوا ما تعملوا له اي شيء لانه نحن بدنا نعطي الشعر نفخه وفوليوم. فرح ابلش بعمليه تنشيف الشعر معكم على الكاميرا، ولكن رح استخدم بالاول منتجات لحتى تخفف من ضرر الشعر. هذا المنتج الاول من ماركه صراحة اسم الماركة كثير صعب، ماركة ألمانية، رح اترك لكم اسمه تحت في صندوق الوصف. برشوا على الشعر بهي الطريقة. وثاني منتج رح استخدمه هو ماسك للشعر من لوريال، بصراحة بنصح فيه كتير منيح. بحط شوي منه على ايدي بهي الطريقة وبوزعه على الشعر، وهلا رح نشف شعري. وهلا من بعد ما خلصت عملية التنشيف فرح اقسم شعري. رح اخذ هذا القسم يلي من تحت وخصلة صغيرة على اليمين وخصلة صغيرة كمان على الشمال. رح اشرح لكم شو رح اعمل باختصار. القسم الاول اللي هلا انا نزلته رح اعمله ليس لجوا، وبعدين باقي ما تبقى من الشعرات رح اعملهم كيرلي، وتابعوا الفيديو للاخير لحتى تشوفوا كيف رح اعمل الكيرلي بالليس. الاشي المهم انه لما بيكون شعرنا كمان قصير فنحن بحاجه لليس يكون رفيع. انا عندي ليس تاني كنت بستخدمه لما كان شعري طويل، كان شوي يعني اعرض من هذا. بدنا كمان مشط صغير ورفيع لحتى نعرف نتحكم بالشعر اكثر. عملت هيدي الجهه ما كان عم بيسجل فرح نسجل بهي الجهه. بس ومنكفي باقي الشعر. ومن بعد ما خلصت الطبقه اللي نزلتها وعملتها ليس فرح نزل الطبقه الثانيه. هلا هون الشغل فركزوا كتير معي. في خصلة رح اعملها لبرا، لفها لبرا، وخصلة رح لفها لجوا. كيف يعني؟ هاي الخصلة رح اخذ الليس احطه بهاي الطريقة ولفه لجوا. اخذها ولفها لبرا بهاي الطريقة. هاي الخصلة رح لفها لجوا. والخصلة الثانية رح لفها لبرا. اذا حنكفي الشعر كله بهيدي الطريقه. خصله بنعملها لجوا بنبرم الليس لجوا، وخصله بنعملها لبرا بنبرم الليس لبرا. رح كفي باقي الشعر وارجع لكم لما بدي اعمل الغره. هلا بعد ما خلصت الخطوه الاخيره اللي انا اكثر خطوه بحبها، اول شيء رح استخدم هذا المنتج اللي هو سيروم. حطوا اي سيروم عندكم اياه ما يكون ثقيل لحتى ما يزيت الشعر. كمان على الايد وعلى
حبايبي بيكون انتهى الفيديو لهذا اليوم، يلي بتمنى انكم تكونوا حبيتوا واستمتعتوا فيه. اتركوا لي تحت تعليق وخبروني شو رايكم بالنتيجه النهائيه، وكمان لا تنسوا انكم تضغطوا على زر اللايك في حال حبيتوا. واذا حبيتوا تعملوا جوله عندي بالقناه، فانا شاركت على هاي القناه كثير فيديوهات بتتعلق بعالم التجميل، بماسكات للشعر، ماسكات للبشره، منتجات العنايه بالعشره العشرة اوكي، منتجات للعنايه بالبشره. فلا تروحوها عليكم، روحوا احضروا كل هدول الفيديوهات. ومن هلا لحتى اشوفكم بالفيديو الجاي حبايبي، فتاكدوا انكم تكونوا بصحه منيحه وتصبحوا على الف الف خير. باي.